السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا للتسويق الإلكتروني وأجروزا أكاديمية للتدريب والتعليم التسويق الإلكتروني وتصميم المواقع. بكمل النهاردة تاني محاضرة في منصة الفيسبوك لإدارة المنصة الفيسبوك وعمل إعلانات الفيسبوك، وحتى كمان إن إحنا إزاي ندير المنصة وإزاي نعمل الإعلانات بتاعتها. خدنا المحاضرة اللي فاتت حاجة سريعة جدا، ان احنا ازاي بنكريت بيج، ازاي ان احنا نعمل بيج، وايه فايدة البيج دي مهمتها ايه، ولكل شركة لازم يكون ليها بيج علشان تقدر تعمل عليها الاعلانات بتاعتها. فببساطة خالص ان انا دلوقتي في المحاضرة اللي فاتت وان انا باخد كل المعلومات عن طريقة البيج، ازاي ان احنا نكريتها، ووقفنا عند اللي هي السيرة الذاتية وان انا ازاي اكتب السيرة الذاتية. بعد كده هاجي علشان اكمل في انشاء الصفحة بتاعتي. هاجي اعمل هنا دلوقتي كده كلمة انشاء. اول ما بيحمل معايا كده هو دلوقتي بيبدأ يظبط معايا الاكونت بتاعي. يعني دلوقتي كده هيبدأ ينشئ حساب باسم كلمة أجروزا كامباني. هنا دلوقتي بيقول لك تم إنشاء كلمة أجروزا كامباني، يمكنك الآن إضافة صورة أو الانتقال إلى صفحتك للإضافة مزيد من التفاصيل. هنا دلوقتي بيقول لك إيه الخطوة رقم 1 من أصل 5. يعني أنا عندي 5 خطوات لازم إن أنا أروح أملاها معايا. أول حاجة خالص إيه هي جهة الاتصال بتاعتي. جهة الاتصال، وكاتب لي هنا حاجة اسمها موقع الويب. يعني حضرتك ببساطة خالص لو عندك موقع إلكتروني أو موقع إلكتروني للشركة اللي أنت رايحها، وأي شركة لازم يكون عندها موقع. لازم لأي شركة لازم يكون عندها موقع. فهاجي أكتب الموقع بتاعي www.agroza.com. طيب دلوقتي بعد ما كتبت الموقع، هنا دلوقتي قام جاي مديني علامة الصح. هنا دلوقتي بيقول لك رقم الهاتف، وحتى كمان كاتب لي هنا بيبدأ يزود معايا الحاجات بتاعتي هنا. هنا انا دلوقتي باجي بتكلم مثلا الرقم بتاعي، وليكن مثلا ان انا هنا في مصر. هاجي اقول له والله ادي هكتب كلمة مصر، ظهر لي سوري هاجي اكتب كلمة مصر، هيطلع لي الكود البلد بتاعي. رقم التليفون هاجي اكتب والله دلوقتي رقم التليفون بدون الصفر، لان هنا في صفر فانا مش هكتب الصفر بتاعي. طيب دلوقتي من اول ما بينور معايا باللون الاخضر او علامة صح باللون الاخضر، يبقى انا دلوقتي كده شغال بطريقة صحيحة. حتى كمان دلوقتي ضاف لي رقم التليفون، ضاف لي الموقع بتاعي. هنا دلوقتي برضو البريد الالكتروني، هيبقى انا دلوقتي احط البريد الالكتروني بتاع الشركة اللي هي كلمة info@agroza.com. فهو هنا دلوقتي ضاف لي ايه. حتى كمان لما اجي هنا هلاقي ان انا برضو عندي كل علامات لون الاخضر. يبقى انا حطيت رقم الموبايل، حطيت الايميل، حطيت الموقع. هنا دلوقتي بيقول لك العنوان بتاعي فين، وانا موجود في الرياض. ممكن اجي كده اكتب له ايه شارع الثمامة مسافة الرياض، مسافة اللي هي المملكة العربية السعودية. طيب هنا المدينة، ممكن بقى ان انا هنا دلوقتي ممكن بس يبقى انا اكتب هنا شارع الثمام مادام في هنا المدينة. هاجي اكتب برضو كلمة الرياض. فانا هنا دلوقتي بيطلع لي مجموعة من الاختيارات، فهاجي اكتب هنا دلوقتي الرياض. يبقى هنا دلوقتي فعلا ظهر لي اسم الكاتيجوري بتاعي او اسم القطاع، ظهر لي هنا العنوان، رقم التليفون، الايميل، الموقع. وبعد كده هاجي هنا دلوقتي على رمز البريد بتاعي. لو انتوا عارفين رمز البريدي كان بها، مش عارفين ممكن تسيبوه عادي. فانا لما اجي انزل هنا دلوقتي بيقول لك ايه الساعات. يعني ايه؟ يعني هو حضرتك بتفتح الساعة كام وبتقفل الساعة كام؟ هل ان انت ساعات العمل غير متوفرة،
ولا مفتوح دايما؟ يعني انا دلوقتي لو عملت ده كده هبقى مفتوح دائما، ولا يفتح في ساعات محددة؟ يبقى انا دلوقتي مثلا بفتح الساعة 9 الصبح، ادي ان انا بفتح الساعة 9 الصبح والاغلاق بتاعي الساعة 5 مساء. يبقى انا عندي هنا الساعة 6 7 9 وربع، هلاقي ان انا عندي هنا على الساعة 17، يبقى عندي هنا على الساعة 5. هيبقى مفتوح يوم الاثنين، يوم التلات، يوم الاربع، يوم الخميس، يوم الجمعة، السبت، الحد. يبقى انا هنا دلوقتي برضو ممكن اعمل هنا كده زائد اهو. يبقى انا دلوقتي بضيف ان يوم الاثنين بيفتح الساعة كذا ويقفل الساعة كذا، لو انا عندي دوامين يعني، وعندي دوام تاني من بالليل للصبح، لان في حاجات في دول الخليج بيبقى عندهم الشفت مقسم الى جزئين اتنين، جزء صباحي وجزء مسائي. فيجي يقول لك والله ان احنا بنفتح مثلا من 9 الصبح وبنقفل الساعة 1 الظهر، وبنفتح تاني الساعة 5 العصر وبنقفل على الساعة 10 مساء. طيب يبقى دي حاجة ودي حاجة تانية. خلاص يبقى انا هاجي هنا دلوقتي هنا اقول له والله ان انا عندي هنا الساعة 9، وهاجي هنا دلوقتي على الساعة 17، هاجي هنا دلوقتي 09، يبقى انا اكتبها هنا كده بختارها، واجي هنا اقول له 17، واجي هنا برضو اقول له هنا الساعة 9، هاجي هنا اقول له الساعة 17 يعني على الساعة 5 مساء. اليوم الجمعة هلاقي ان انا عندي هنا اوف، اليوم السبت هاجي اقول له اوف، يوم الحد بنفتح الساعة 9، يبقى انا عندي الاجازة بتاعتي جمعة وسبت. في ناس تانية بيبقى عندهم الاجازات يوم الجمعة فقط، في ناس بيبقى عندهم الجمعة والسبت. طيب بعد كده هاجي هنا اقول له حفظ، ده علشان خاطر كده بعرف ان العميل بتاعي ايه هو طريقة البيانات بتاعتي. هاجي هنا دلوقتي هنا اقول له التالي. اول ما انا ما بروح التالي هيروح يقول الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 2 بقى، الخطوة رقم 2 انا عندي صورتين اتنين بحطهم على الكفر بتاعي، يعني عندي صورتين بحطهم على البيج، ودي اللي هي برضو اللي احنا بنسميها نوع من انواع البراندنج. يعني ايه البراندنج؟ يعني أنا دلوقتي عندي هوية بصرية لازم ألتزم بيها. لكل شركة ليها هوية بصرية، لكل شركة ليها اللوجو بتاعها، لكل شركة ليها موقعها، لكل شركة ليها الموقع الإلكتروني بتاعها، لكل شركة ليها أو الحاجات اللي تبقى متفردة بيها عن غيرها بالنسبة للسوق يعني. طيب حلو جدا، يبقى انا دلوقتي عندي دي البيانات بتاعتي. طب ايه هو بقى اضافة صورة لملف شخصي؟ يعني شفت العلامة الشخص ده، لو انا دلوقتي عايز احط اللوجو بتاعي، خلاص يبقى انا دلوقتي عندي اللوجو بتاع الشركة. طبعا ده لازم ان انتوا تكونوا واخدينه، علشان خاطر ان هي دي نوع من انواع ادارة المنصات. يعني هو حضراتكم لو انتوا بتشتغلوا في ادارة المنصة يبقى انتوا لازم تعملوا الخطوات دي. هنا دلوقتي الفاينل لوجو، هدخل على اللوجو، ادي اللوجوز بتاعتي والهوية بتاعتي، وبيبقى كل حاجة ظاهرة معايا، فبيديني اللوجو بالشكل ده كده. حضرتك حابب اللوجو ده اتس اوكي، في لوجوهات تانية اتس اوكي. يعني انا عندي اللوجو ده مثلا ازاي ان انا ابروزه عندي بالشكل ده. لو انا مش عايزه هنا يبقى انا عندي هنا صورة الغلاف، يعني انا مثلا ممكن اعمل ان صورة الغلاف يبقى عندي هنا كده شركة اجروزة في السوشيال ميديا ديزاين. لو انا مش عاجبني ده او هي صورة كبيرة، وطبعا خلي بالكم ان الصورة الصغيرة الملف الشخصي ده بيبقى ليه مقاس، والصورة الكبيرة بيبقى ليها مقاس. طيب عندي هنا حضراتكم عندكم الصور دي اتس اوكي، يلا نرفعها. لو انتم ما عندكمش الصور، يعني انتم مش موجود عندكم الصور، ممكن ان انا اعملها في وقت اخر، يعني ان انا اعمل البيج وان انا اعملها في وقت اخر. طب انا هعمل ايه هنا؟ هعمل تالت اختيار بشوفه، حاجة اسمها اضافة زر اجراء. يعني ايه اضافة زر اجراء؟ ركزوا كده. دلوقتي انا عندي هنا زرار اسمه متابعة، وعندي هنا زرار اسمه مراسلة. هل ينفع ان انا ازود زرار تاني اسمه الواتساب؟ ايوه ينفع. اضافة زر اجراء، هنا دلوقتي بيقول لك ايه، اهلا وسهلا بيك في تخصيص زر الاجراء. يعني ايه الاجراء اللي انت عايزه او ايه الزرار اللي انت عايز تضيفه للصفحة؟ هاجي هنا اقول له جرب، فهيطلع لي مجموعة من الزراير اللي انا ابدا اشتغل عليها. في عندي هنا حاجة اسمها الدخول الى مكان، يعني هيحولك. عندي حجز الآن، لو أنت مثلا عايز تبدأ تعمل حجوزات
يعني العميل يدخل يسجل اسمه، يسجل بياناته، عنوانه، ايميله، رقم تليفونه، ايا كان الطريقه بتاعتك، يبقى هو ده نموذج الفورم. حتى كمان كاتب لك شخص وعليها علامه صح اللي هو الحجز. عندي هنا تسجيل، يعني هيفتح لك موقع ويوديك على لينك اللي هو ان انت تبدا تسجل فيه. انشاء طلب، الحصول على تذاكر، عايز تعمل حاجه اسمها ارسال رساله، ولا انت عايز تعمل ارسال رسالة على الواتساب، اتصال الان، يعني يقدر يكلمك دلوقتي، يبعت لك ايميل، يتصل بيك، ازاي يعرف المزيد، مشاهدة الان، لو انت مثلا هيبقى عندك فيديو، ايه الزرار اللي انتوا هتبقوا محتاجينه. فانا هاجي هنا دلوقتي، هنا احسن طريقة واحسن زرار طبعا واسرع زرار ان العميل بيحبها، هي حاجة اسمها ارسال الرسالة على الواتساب. طبعا عشان يعرف يتكلم معاك على الواتساب وفي نفس الوقت هو بيعرف يتعامل على الواتساب، حضرتك كمان بتعرف تتعامل على الواتساب، وكمان ان انتوا بتعرفوا تبادلوا بعض بمشاركة البيانات بتاعتكم، سواء ملفات، سواء بي دي اف، سواء دوكيومنتس، سواء صور، سواء فيديوز، ايا كانت المشاركة اللي انتوا هتحبوا تشاركوها. دلوقتي هاجي هنا اقول له التالي، هنا دلوقتي بيقول لك انت موافق ان انا اعمل لك الزرار ده على الرقم ده. هنا دلوقتي باجي هنا اقول له اوكي، واجي اعمل هنا حاجه اسمها ارسال الرمز. ساعتها هنا ان هو هيجي لك رمز على الواتساب. طب بس نخلي بالنا من حاجه واحده، الواتساب لازم يكون عندي حاجه اسمها واتساب للاعمال او واتساب بيزنس. ليه؟ لأن هو دلوقتي مش هيربط البيدج بتاعتك ولا هيبدأ يشتغل معاك على الواتساب إلا لما أنت ما تكون عامل واتساب بيزنس. لأن أنت دلوقتي شغال بيزنس، يعني معنى إن أنت عملت بيج للشركة يبقى أنت دلوقتي بيزنس، لازم تنزل الواتساب بيزنس. علشان كده لما نيجي نعمل الأكاونت بتاعت الانستجرام لازم نعمله كمان على إنه بيزنس، علشان خاطر يبدأ يربط معايا، لأن منصة ميتا فيها 3 أقسام، أو فيها 3 منصات مربوطة داخل منصة واحدة، اللي هي منصة الفيسبوك، منصة الانستجرام، ومنصة الواتساب. دلوقتي علشان خاطر ان انا اعمل الموضوع ده، يبقى انا دلوقتي لازم انزل الواتساب بيزنس موجود عندي على الموبايل، سواء ايفون او اندرويد، لازم ان انا انزل البرنامج ده. بعد ما بنزله وبفتح الاكونت بتاعي ويبقى كل حاجة شغالة، باجي هنا اقول له ارسال الرمز. يبقى انا دلوقتي عملت ارسال الرمز بتاعي للواتساب، هيجيبهولي ويبدأ يشتغل معايا. طب واحد تاني قال لك ايه، طب انا مش عايز واتساب، انا عايزه يعمل لي ارسال رسالة، او انا عايزه يعمل لي اتصال الان. خلاص، يبقى انا عندي هنا دلوقتي رقم التليفون بتاعك، واجي هنا اقول له والله ان انا برضو في مصر، وانا عايز لما يجي يكلمني على الرقم ده. يبقى انا دلوقتي من اول ما اجي هنا اقول له حفظ، بصوا هنا دلوقتي هيبدأ يعمل زرار على انه في مكالمة تليفونية اقدر اشتغل عليها. طيب بعد كده، ده كده الخطوة رقم 2، هاجي هنا اقول له التالي. اول ما بقول له التالي هنا بيقول لك ايه الخطوة رقم 3، ان انا ازاي اربط الواتساب بصفحتي. هنا دلوقتي بربط الواتساب بصفحتي عادي جدا، كل الفكرة كلها زي ما انا ما شرحت، ان انا لازم يكون عندي واتساب بيزنس علشان خاطر ابدأ اربط الاكونت بتاعي بالصفحة بتاعتي. ومعاكم عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزة التدريب والتعليم للتسويق الإلكتروني وتصميم المواقع. نكمل المحاضرة اللي جاية ما هو طريقة الربط وطريقة إنشاءات للصفحة بتاعتي. شكرا جدا لحضراتكم.